السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة ثالثة ثانوي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، يا رب تكونوا بخير. طمنونا عليكم. أنا عارف دلوقتي إن أغلب الطلبة خلصت الباب الأول، يمكن كل الطلبة. طيب والباب التاني في ناس خلصته وفي ناس قربت تخلصه. ففي طلبة كلمتني وشكت من معدلات الحديد ودرس الحديد. ركز بقى معايا والله العظيم. بص، أنا أول ما الشكوى جات لي قمت وأنا قاعد زي ما أنا، ولا حتى ما غسلتش وشي ولا عملت شعر ولا حاجة وأنا قاعد في البيت. رغم والله العظيم والله أنا يعني عمي لسه متوفي، بس يعني الطلبة مش بقدر أتأخر عنها نهائي. يعني قدر إن أنا جيت على نفسي وقمت، لا بسيط إن عمي ميت الله يرحمه يعني، ولا بس ان انا قاعد كده ولا غاسل وشي ولا شعر، قمت على طول. فركز معايا بقى، هنظبط الحديد مع بعض ظبطه كويسه، واللي انا هعمله هنا نقوله في ورقه كويسه وحطه قدامك، الزقه كده على الحته كمخطط وحل. مفيش نقطه هتقف معاك. صلي على النبي. انت عندك الحديد اللي هنتكلم عليه النهارده، الحديد وحاجه اسمها مركباته ومركباته. يبقى انا مش هتكلم عن الحديد بس، لا هتكلم عن الحديد ومركباته. في الاول همسك الحديد ده الاف اي، هشوف تفاعل الباشا ده معك اكتر من حاجه. السلوك بتاعه هشوف سلوكه مع الهواء، وهشوف سلوكه مع الماء، وكمان هشوف سلوكه مع الفلزات، واخيرا هشوف سلوكه مع مين؟ مع الاحماض. طب تمام يا مستر. طب مع الهواء ومع الماء ومع اللافلزات والاحماض. طب ما انا عندي اللافلزات اللي انا عليها في المنهج حاجتين: الكلور والكبريت. والاحماض برضو يا سيدي الناس نوعين، في منها احماض مخففه وفي احماض مركزه. يلا نشوف سلوك الحديد مع الهواء، وركز في الكلام العربي اللي بقوله. قال لك بيتفاعل الحديد المسخن لدرجه الاحمرار مع الاكسجين، يعني مع الهواء. اول ما بيتفاعل معاه بيديني مغناطيس. الموضوع انتهى. تفاعل الحديد مع الهواء يعني بيتأكسد بيديني مغناطيس، انتهت. اوزن بقى براحتك، هنا 2 طالع 4 فتضرب هنا في 2، 3 طالع داخله 1 تضرب هنا في 3. دي مش قصه الوزن. طب لما بفعل الحديد مع الماء، قال لك لا، بتجيب حته الحديد تفعلها مع حبه الميه، قال لك بيطلع معاك برضو المغناطيس. ياه، يعني كده الحديد مع الهواء او الميه بيطلع مغناطيس، مظبوط. بس الفرق ان هنا بيطلع معاك غاز مين؟ غاز الهيدروجين بس. وترجع توزن عادي جدا 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 جدا. دي سهله، واظن ان انت ما عندكش مشكله هنا لا في المعادلات ولا في وزنها. انا هنا مش وازن، تمام. مع اللافلزات قال لك لا، مع اللافلزات بتختلف شويه. ليه بقى؟ قال لك لان تفاعل الحديد مع الكلور غير تفاعل الحديد مع الكبريت. فالحديد لما بيتفاعل مع الكلور الطبيعي والبديهي يطلع معاك كلور حديد 2. انا هفاعل مثلا الحديد مع Cl2، لازم اكتب 2 لان ده جزيء. كلور بروميود هيدروجين نيتروجين اكسجين، لازم اكتبهم على اي جزيء، لازم. المفروض يطلع معايا FeCl2. قال لك لا، ده هيطلع معاك كلوريد الحديد الثلاثي. طيب ليه؟ قال لك والله عشان الكلور ده عامل مؤكسد قوي.
يعني ايه مؤكسد قوي يا مستر؟ يعني بيحول الحديد من حديد ثنائي الى حديد ثلاثي. خلصانه يا مستر. يبقى الصح هنا يطلع معاك كل حديد 2. قال لك بس الكلور عامل مؤكسد. يعني ايه عامل مؤكسد؟ يعني بيزوده، بدل ما يبقى حديد موجب 2 هيبقى حديد موجب 3. ماشي. طب ده لما يتفاعل الحديد مع الكلور وترجع توزن المعادله عادي، انا مش وازن. طب امال لما بيتفاعل الحديد مع الكبريت؟ قال لك لا، ده اتحاد مباشر على طول. حديد مع كبريت بيطلع معاك على طول FeS على طول اوتوماتيك. ثنائي مع ثنائي، كبريتيد حديد ثنائي. ماشي لحد هنا مفيش مشكله، عشان كده انا باجي. مش ده المهم، لان انت اكيد عارف الكلام ده. المهم اللي جاي بقى، ركز معايا. مع الاحماض قال لك والله الحديد مع الاحماض المخففه بيدي ملح حديد ثنائي، لكن الحديد مع الحمض المركز بيدي املاح حديد ثنائيه وثلاثيه. ده الاساسي معايا. يبقى الحديد مع الاحماض المخففه يدي ملح حديد ثنائي. طب مع المركز بيدي املاح حديد ثنائيه وثلاثيه. ممكن يطلع معاك غازات عادي، ممكن يطلع ميه عادي، بس انا بتكلم على اساس معاك. طب لو مع HCl مثلا وعساها كلمه دايلوتد يعني مخفف، قال لك هيحل الحديد محل الاتش فيطلع معاك FeCl2. ليه يا مستر ما طلعش كلوريد حديد 3؟ قال لك لا، لان الهيدروجين اللي هيطلع ده هنا اهو، ده قال لك والله ده عامل مختزل. يعني ايه عامل مختزل؟ يعني يحول الكتير الى قليل، بدل ما تبقى كلوريد حديد ثلاثي تبقى كلوريد حديد ثنائي. يعني هو ما طلعش كلوريد حديد ثلاثي كده وبس، لا، هو في سبب. ايه السبب؟ ان الهيدروجين عامل مختزل، حول كلوريد حديد 3 الى كلوريد حديد ثنائي. ماشي يا سيدي الناس. طيب انما لو فعلت الباشا ده مع HCl بس مركز، قال لك لا، هيطلع لك FeCl2 زائد FeCl3، هيطلع لك ملح حديد ثنائي وملح حديد ثلاثي، وتكمل بقى المعادله تطلع الهيدروجين برضه غاز. بس الاساسي معايا مين؟ املاح حديد 3 واملاح حديد 2. طلعوا ليه؟ لان انا بفعل الحديد مع حمض مركز. تمام. يبقى قاعده وثبتها، حديد مع حمض مخفف على طول ملح حديد ثنائي بس. طلع بقى غاز معايا ماشي، طلع معايا ميه تاني مش مشكله، لكن اللي يهمني ان انا ابقى عارف القاعده. حديد مع حمض مخفف يبقى املاح حديد ثنائيه فقط. اوكي. طب مع حديد مع حمض مركز، لا، املاح حديد ثنائيه املاح حديد ثلاثيه. وطبعا كلنا عارفين ان الحديد ده مش بيتفاعل مع حمض النيتريك بس. انا حمض النيتريك قال لك المركز مش بيتفاعل معاه فيما تعرف بحاجه اسمها ظاهره الخمول. ظاهره الخمول مش بيحدث تفاعل، لكن لو الحديد مع حمض النيتريك البارد مش المركز يعني مخفف هيتفاعل، بس انت في المنهج معلكش، بس خليك عارفها. ماشي. طب ادي يا عم تفاعل سلوك الحديد، تفاعلات، ودي مش مشكله، ده سهل. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي بقى، بالله عليك، حته المركبات دي مش مشكله، دي اي حد هيفهمها وانا قلتها سريعا معاك. ركز بقى في الحته اللي جايه دي عشان التقسيمه دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا والله العظيم، بالله عليك ركز، وانا كنت باجي عشانها. المركبات بقى دي قال لك لا، المركبات دي يا سيدي الناس، دي المركبات دي نوعين. هي يا مستر؟ قال لك لا، المركبات دي نوعين، في منها
أكاسيد وفي منها أملاح. والله. طب الأكاسيد أنا عارفها، عندي أكسيد حديد ثنائي، وعندي أكسيد حديد بس ثلاثي اللي هو الهيماتايت، وعندي آخر حاجة المجناتايت. وده مش تكافؤات هنا، ده ناتج جمع أكسيد الحديد الثنائي مع الثلاثي مدينا المجناتايت. اجمع دول هيديك الباشا. يبقى عندي كام أكسيد؟ 3. هعمل لهم مخطط مع الحديد هيبهرك. ركز معايا وصلي على النبي. حط اللايك المتين والشير الحلو وكلمة حلوة، لأن أنا في عرض كلمة حلوة والله. سيبك من ده، هنقول كلمتين هنا ونرجع نشتغل الباشا. الأملاح، أنا عندي الأملاح دول نوعين. اكتب يا ابني المخطط ده معايا. في أملاح تنحل بالحرارة، وفي أملاح لا تنحل. اللي مش بينحل هفعله مع القلوي وهتعرف ايه هو. طيب هنخش دلوقتي نشرح أملاح اللي بتنحل والأملاح اللي مش بتنحل، وبعد كده هرجع أمسك الأكاسيد دي مع الحديد أعمل لها مخطط كويس، وبعد كده أعمل لك مخطط عام للكل. اكتب المخطط ده عندك والمخطط اللي فات عندك وكل اللي جاي تكتبه عندك بخط كويس وتلزقه على الحيطه في وشك، في وشك، في وشك، تاني في وشك. الحاجه طول ما هي قدام عينيك انت مش بتنساها، انت لو مش فاكرها هتفتكر مكانها. ذاكر يا حبيب قلبي اللي تكسبه. في مثل بيقول لك اللي تكسبه العبد. انا بقدر اذاكر او احفظ الحاجه بالاغنيه، اعمل اغنيه. هقدر احفظها ان انا اخد من كل جمله او حاجه حرف، اخد حرف واعمل جمله واحده. اعمل مخططات، اعمل مخططات. سنتك ابدا، ابدا اكتشف نفسك. هنمسك اول حاجه الاملاح اللي بتنحل بالحراره. الاملاح اللي بتنحل، والله يا استاذ انا عندي الاملاح اللي بتنحل 3. ايه هما يا استاذ؟ قال لك والله عندك FeCO3 كربونات حديد ثنائي، دي كنت بسخنها كانت بتديني FeO زائد CO2. جت ازاي؟ خدت Fe مع اكسجينيه من هنا، اتبقى السي و2 اكسجين اهو. والغاز ده انت واخده في الباب الثاني بيعكر ماء الجير الرائق بس لفتره صغيره. ماشي ماشي. وكنت بتاخد ده تفاعله مع الاكسجين يروح مديك الباشا الكبير اهم واحد مين؟ الهيماتايت. اكيد انت عارف الكلام ده، بس خليك فاكر ناتج تسخين ده لما بينحل بالحراره بيديني اكسيد حديد ثنائي وثاني اكسيد الكربون. اوكي. وده كان لونه اسود. ده اول اكسيد بينحل، خليك فاكر الكلام ده. طب تاني اكسيد بينحل، خلي بالك، عفوا مش اكسيد، اول ملح، ده ملح مش اكسيد، اول ملح وده ملح معدني. الملح الثاني برضه معدني اللي هو كان كبريتات الحديد الثنائيه، كانت بتنحل بتديك هيماتايت زائد SO2 زائد SO3. طب ليه يا مستر هنا طلع في حديد ثلاثي من الثنائي؟ قال لك لان ده ثالث اكسيد الكبريت عامل، يا سلام عليك اللي قلتها قبليه، عامل مؤكسد. عامل مؤكسد. ماشي. يبقى طبيعي ده عامل مختزل، خليك ذكي. ماشي. اخر حاجه بقى كانت معاك بتنحل، ده ملح معدني وده ملح معدني. اخر حاجه كانت بتنحل معاك بقى هو اللي جه السنه اللي فاتت في الامتحان. مين هو يا سيدي الناس؟ ده الملح العضوي. الملح العضوي
أكسالات الحديد ملح عضوي، لأنه جاي من مين؟ من حمض الأوكزاليك. حمض الأوكزاليك كان كده. وفعلناه مع الحديد، فالحديد حل محل وهما الاثنين، فرجع معايا بأكسالات حديد ملح عضوي، يبقى هو كان أصله حمض. خليك فاكر المعلومة دي عشان هنربط السؤال ده والدم بالعضوية. ماشي يا مستر، أنا فاهم. الباشا ده كان بيتسخن عند النو ايه؟ بمعزل عن الهواء، كان بيطلع معاك ده. عرفته انت كده. اكسيد حديد ثنائي، واول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. يجي لك سؤال يقول لك ملح عضوي ينحل لاكاسيد مختلفه، 3 اكاسيد مختلفه. اوه، منتهى السؤال ده، سؤال عظمه. 3 اكاسيد، يلا. اكسيد حديد ثنائي، اول اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون، وهو قال لك ملح عضوي. انتهى، مفيش غيره ملح عضوي على الكتاب الاول. انتهى. دول اللي كانوا بينحلوا، ده لونه احمر، اسود اسود. والغاز ده غاز حامضي اهو، غاز حامضي. وطبعا اول اكسيد الكربون انت عارفه كان عامل مختزل. طبعا قول لي كان عامل مختزل في انهي فرن؟ ماتريكس ولا الفرن العالي او اللافع؟ قول لي يا سيدي الناس في التعليقات. مش هقول لك انا، قول انت بقى. ماشي، يبقى عندي كام ملح بينحل؟ 3. 2 ملح معدني و1 ملح عضوي. جه في الامتحان. تعالى بقى نشوف اللي مش بينحل. اللي مش بينحل بينفعلوا مع القلم. ايه بقى اللي مش بينحل ده؟ قال لك بص، لو انت معاك مثلا كلوريد حديد ثلاثي، قال لك ده تحط له حاجه قلويه. يعني ايه حاجه قلويه؟ يعني حاجه فيها او اتش، زي ان ايه او اتش. فهنا الحديد ثلاثي، فالموجب سالب موجب سالب، فالموجب يروح ياخد السالب والموجب يجي ياخد السالب، فهيطلع معاك يا سيدي الناس اف اي او اتش الكل 3. الباشا ده كان لونه بني محمر. في بنات بتقول بني محمر، هناكل بني محمر يا اختي، بني محمر. كنت بتاخد الباشا ده تسخنه بس اوفر 200، كان بيديك مين بقى؟ الباشا الهيماتايت. طبعا معاك الميه، الهيماتايت والميه. نفهم طلعت معايا الهيماتايت ازاي والميه. ركز. خدت الحديد، طبعا مش هوزن هنا. خدت الحديد اهو، طالع معاك حديد. مش مهم طلع كام؟ طلع 2، يبقى كده اضرب انا في 2، بس انا مش هوزن. طب خدت كام اكسجين من هنا؟ خدت 3، يعني ال3 دول. تمام؟ فانت متبقي معاك كام؟ 3 اتش. هيطلع معاك 3 اتش؟ لا، هو هيطلع معاك ميه، لان انت هتضرب هنا في 2 عشان طالع معاك 2 حديد. هنوزنها يا عم عشان تبقى مظبوطه. 2 حديد اهو، طالع لنا 2 حديد. تعالى نظبط ده، بيبقى معاك او اتش او اتش او اتش، ومعاك كمان هنا 2 مضروبين في ال3 دول، يبقى 6 او اتش او اتش او اتش 2 4 6. انت خدت 3 او اهو، خدت 1 2 3. انت عندك الاكسجينيه الواحده بتاخد لها عشان تعمل ميه 2 اتش. طب انت معاك كام اكسجينيه؟ 1 2 3، وكل واحده عايزه 2، يبقى انت عايز 6 اتش. ادي 6 اتش، يبقى فعلا هيطلع معاك ميه هنا 3 اتش 2 او، 3 او مع 6 هيدروجين 3 ميه. فهمت ازاي؟ بالعدل. واضح الناس؟ حبيبي. ماشي.
يبقى جبت اكسيد الحديد الثلاثي الهيماتايت من مين؟ من هيدروكسيد الحديد الثلاثي بس لما سخنت اعلى من 200. اوكي. اديني يا عم خلصنا. تعالى بقى نخش على مين؟ على الاكاسيد. بس قبل ما نخش على الاكاسيد اعمل معاه المخطط ده. المخطط ده جميل جدا جدا. اهو يا اسطى السخان. اعذروني بقى على شكلي، اقسم بالله انا طالع كده قرفان من شكلي، بس انا ما قدرتش بصراحه لان فعلا انا كنت موقف شغل بصراحه بسبب الظروف اللي عندي يعني. بص بقى، لو هو كان FeCl3 انت بتفاعل مع NaOH عشان يديك مين؟ FeOH الكل 3. تسخنه اعلى من 200 كان بيديك الهيماتايت. الباشا ده تفاعله هنا مع HCl بس مركز يعني كوليك، يرجع يديك مين؟ كلوريد الحديد الثلاثي. تمام؟ طب امال يا مستر لو كان FeCl2 تقف، خلي بالك ده بني محمر، وده لونه احمر. تفاعله برضو مع NaOH هيروح مديك مين يا سيدي الناس؟ هنا كان بيديني FeOH كل 3 عشان كان الحديد ثلاثي، انما هنا الحديد ثنائي فهيديك FeOH بس الكل 2 اللي هو كان عارف الباب التاني ده اللي هو كان الابيض مخدات ده. كنت يا باشا تسخنه على طول كان ينحل ويديك مين؟ اكسيد حديد ثنائي. تاخد الباشا تفاعله مع HCl بس مين؟ الضيل المخفف يديك كل حديد 2 وهاللفه. ارسم ده عندك. تمام. تعالى بقى نعمل المخطط بتاع الحديد مع الاكاسيد. ازاي اجيب الاكاسيد مع بعض؟ ده مخطط خاص بمين؟ بملح الحديد الثنائي والملح الحديد الثلاثي اللي هو كلوريد حديد 3 كلوريد حديد 2. ازاي بجيب منه اكسيد وبرجع اجيبه تاني الملح؟ طبعا الحديد، صل على النبي، اعتبر نفسك انت واقف فين. انت هنا اول درجه معاك الحديد، بعد كده اعلى شويه اكسيد حديد ثنائي، اعلى خالص Fe3 4، بعد كده Fe2 و3. ازاي يا مستر المجناطيت اي هنا جه تحت الهيماتايت؟ لان يا حبيب قلبي انا مرتبهم حسب عدد التاكسد، 0 موجب 2. هنا مش عدد تاكسد، ده هنا غلط التكافؤات. هنا عدد التاكسد لو حسبته من المجناطيت هتيجي 2 وشويه، انما هنا موجب 3. طب تعالى نحسب والله ما زعلك. 3 Fe زائد الاكسجين بسالب 2 مضروبه في 4 كله يساوي 0، يبقى 3 Fe بيساوي موجب 8. سالب 8 يطلع بره موجب 8، على 3 هتطير، على 3 يطلع معاك 62، يبقى 62 اقل من 3، علشان كده اتكتب هنا قبل الهيماتايت. وضحت يا سيدي الناس؟ وضحت. طيب هنتفق اتفاق، ده لا يقبل الاكسده. يا مستر معنى ان اللي فوق لا يقبل الاكسده يبقى انا مش هقدر اكسد حاجه فوقيه، هو اخر حاجه. يبقى انا عشان اوصل له هو هعمل اكسده، انما منه هو عشان انزل للي تحتيه لازم اعمل اختزال. شوف الكلام ظابط روحه. جبت الكلام ده منين؟ هو مش هيتاكسد خلاص، طالما هو مش هيتاكسد يبقى انا مش هاكسده، يبقى هعمل له اختزال. طب اختزال هينزلني لتحت؟ تصدق هو انا هنزل لتحت
طالما اختزلته، لان مفيش فوقيه حاجه، الموضوع منتهي. يبقى انا وانا نازل هعمل عمليه اختزال. الاختزال بيكون باول اكسيد الكربون وبالهيدروجين. يبقى وانا طالع هعمل عمليه اكسده بواسطه الاكسجين. ارسم عشان في شغل جاي. ماشي. طيب الاختزال يا مستر بيكون عندي على كم درجة؟ يعني هي درجة الحرارة اللي بيتم عندها الاختزال 3 درجات. بيكون من 230 ل 300 بيديني حاجة، ومن 400 ل 700 برضه بيديني حاجة، وأوفر 700 بيديني حاجة. تعال نحط الدرجات دي على السلم بتاعك. ما ده سلم، انت واقف فين؟ زجيت اخوك زجه بسيطه راح نازل هنا، راح طالع لك، بقيت انت وهو تاني هنا، رحت انت زقه تاني، رحت منزله درجتين، زقه جامده شويه، طلع لك تاني عيل رخم، رحت متغاب عليه بقى، زجه زجه كمان، راح مكفي على بوزه، راح نازل تحت خالص. سهل. طيب انا لو واقف هنا وهنزل درجه واحده هعمل اختزال من 230 ل 300. يبقى اختزال الهيماتايت من 230 ل 300 يديني مجناطيت. الموضوع منتهي. طب والله العظيم هزود شويه، هبقى من 400 ل 700. يبقى يديني اكسيد الحديد الثنائي. تصدق صح؟ في الشرح كنا بنقول لك بنجيب ده اكسيد الحديد الثنائي باختزال الاكاسيد الاعلى منه. مين الاكاسيد الاعلى منه؟ اللي هو المجناطيت والهيماتايت. يبقى المجناطيت برضه لو اختزلته من 400 ل 700 يديني اكسيد الحديد الثنائي. طب والله يا مستر لو زودت شويه بقى اعلى من 700 هجيب حديد. وخدها قاعده، اي اختزال اعلى من 700 يدي حديد. اكتب الكلمه دي عندك. طب انا عرفت لما اختزل هجيب ايه؟ لما اكسد. تعالى بالراحه. لسه قايل لك في معادلات الحديد لما بتاكسد الباشا بيديك مجناطيت. يبقى لما اكسدك هتديني مجناطيت. الموضوع منتهي. لما اكسدك هتديني مجناطيت. لما كنت بتفاعله مع الاكسجين وكمان خد عندك مع الميه، الاثنين مع الحديد يدوا مجناطيت. طب والله يا استاذ انا لما اكسدت لما اختزلت اكسيد الحديد الثلاثي عند 400 ل 700 يعني عند 500 يعني 600 راح مديني اكسيد الحديد الثنائي. يبقى الباشا لما اكسده يروح مدينا على طول الهيماتايت. صعبه؟ لا مش صعبه يا مستر، مش صعبه يا مستر، انا كده فهمت والله. المخاط توضح لي كل حاجه. الحديد اكسده هفعل مع بخار الميه يروح مديني مجناطيت. طيب اكسيد الحديد الثنائي اكسده يديني هيماتايت. الباشا علشان احصل عليه هختزل الاعلى منه اللي هو Fe2O3 الهيماتايت، بس لازم على السهم تكون درجه الحراره من 230 ل 300. يعني ممكن يقول لك 250 عادي يا باشا، هجيب على طول مين؟ مجناطيت. ماشي. الباشا لا يتأكسد، لا يتأكسد، لا يتأكسد. طب يا مستر مش بيتأكسد ليه؟ حلو السؤال، حلو، احبك تسأل. لأن أنت لو وزعت الحديد الثلاثي هيفقد 3، هتلاقي دي فيها كام؟ فيها 5، يعني فيها 5 مفرد كلها مستقرة. 2 4 5 حالة استقرار يا باشا، نصف امتلاء، متحركش، أنا على وضعي. حلو الكلام. أظن المخطط سهل. اللي برسمه ده كله مخطط في صفحة وتتعلق قدامك في وشك أو على المكتب قدامك. ماشي يا سيد الناس؟ ماشي. حلو الكلام ده. أتمنى تكون الدنيا بقت سهلة شوية.
حاول انت بقى تظبط الكلام ده قدامك، تمام؟ وانت منه هو تبدأ تحط الورق قدامك وتحل. والله ما في حاجة هتغلبك، والله ما في حاجة هتغلبك، والله ما في حاجة هتغلبك. خليك فاهم، خليك فاهم. ماشي يا سيد الناس؟